صدقني المشكلة مش فيك، انت كويس. خلاص، مش مكمل. استهنى بالله يا ابني، كده في ايه؟ انا فقدت الامل. مش عارف ايه بالظبط. مش عارف اكمل، مش عارف اشتغل. مش قادر اكمل. قدامي خيارات كتير جدا، بس انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اختار ايه. انا مش هقول لك قوم اشتغل يلا، ان الكلام ده انت سمعته 1000 مره ومش نافع. بس انا بجد فاهم انت بتمر بايه. بس بدل النواح تعال نشوف المشكله فين. ازيك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. طالما دخلت الفيديو ده يبقى انت لسه مستسلمتش، وده معناه انك مش فاشل. انا عارف انك مشتت، مش عارف تنجز حاجه بشكل حقيقي. ما تقلقش، انا كمان مشتت، والنهارده جاي احكي لك من تجربتي الحقيقيه. انا مش جاي اقول لك الخطوات العشره للتخلص من التشتت، لا، الموضوع ما وراء ذلك. الموضوع بيبدا من مخ. عشان نوصل لحل حقيقي محتاجين الاول نفهم المشكله كويس، نفهم ازاي مخنا بيشتغل. خليني بس اسالك سؤال الاول، ليه في ناس تعمل حاجات اشطر من ناس تانية بكتير؟ الموضوع مش بس موهبه او ذكاء في مخك وجبهتك على طول. في حاجه اسمها هنا بري فرونتال كورتكس، او الفص الجبهي الامامي. هو موجود ورا الجبهه على طول هنا. بكل اختصار ده المدير التنفيذي بتاعك، ده اللي بيتحكم في القرارات اللي بتاخدها، بيتحكم في الافعال اللي بتعملها، في تركيزك. اديك شويه امثله هنفهم بيهم اكتر. مايكل فيليبس اكتر سباح اخذ جوائز اولمبيه في التاريخ، دراعه اطول بشكل غير طبيعي من البني ادم العادي. ليونيل ميسي مثلا هو بيشوف اسرع من كل اللي معاه، يعني بالنسبه له دفاع الفريق الثاني يتحرك بحركه بطيئه اصلا. ركز معايا، لا ركز معايا، هسأل في حاجة أنا أحب أسميها الألفة. يعني الحاجة اللي الشخص شاطر فيها جدا بتبقى مألوفة لمخه، بالنسبة له مش بتكلفه مجهود نفسي كبير. لما انت بتحاول تعمل حاجه مش مألوفه ليك، المخ بيقاوم. ممكن انت تكون كسول ماشي، بس في الغالب مش عشان انت كسول، لان البري فرونتال كورتكس عندك هو بالنسبه له الحاجه دي مش شايف فيها قيمه واضحه. يعني بالنسبه له حاجه ملهاش لازمه. وهنا بقى الهرمون اللي قرفنا في حياتنا. في الواقع الدوبامين ده هرمون الدافعيه، هرمون التوقع، ده الهرمون اللي بيخليك عاوز تكمل. لما المخ بيشوف نتيجه واضحه وقريبه من اي فعل بيطلق الدوبامين، وقتها انت بتبقى عاوز تكمل. والعكس صحيح، لما تبقى الحاجه مش مألوفه بالنسبه لمخك، انا ما اقصدش بالنسبه لك انت، انا اقصد بالنسبه لمخك، هي مش عاوز يكمل، حاسس بالكسل او مشتت، مش عارف حاجه، متايه. يعني التشتت او قلة الإنجاز اللي أنت فيها دي، ده مش عيب، ده ممكن يكون رد فعل عشان مخك مش شايف نتيجة واضحة من اللي بيعمله. عشان بس محدش يقلب عليا في الآخر، كل حاجة هتبان. أنا ما نفدتش المثابرة، ما نفدتش الجلد على الحاجة، ما نفدتش الاستمرار، ما نفدتش الصبر، بس أنا بتكلم عن الموضوع من ناحية تانية. معلش ثواني، انت كده بتقول ان انا ما اشتغلش لان الحاجه كده كده اللي ابقى شاطر فيها هبقى مولود وانا مستعد ليها؟ لا، ما تفكرش كده، ده تفكير غلط تماما، وده نوع من الافكار اللي المخ بيولدها عشان يبرر. خليني اوضح لك حاجه مهمه جدا. اي حاجه انت بتقولها اذا كانت جد او هزار، السب كونشس عندك او العقل الباطن ما بيفرقش بينها خالص. ما دام الكلام طلع من فمك يبقى كده كده المخ هياخد بيه. ما هو أنت اللي قلت كده دلوقتي. يا ابني افهم بقى وتعلم تسمع للاخر كويس. اللي قلته انك لازم تلاقي الحاجه اللي تالفها، مش انك تستنى. في فرق كبير جدا، كل ميسر لما خلق له، وده معناه ان الطريق موجود، بس انت اللي لازم تمشيه. ده الجزء اللي انت جيت الفيديو علشانه. ايه الحل؟ طيب بس خليني اقول لك حاجه صغيره بس قبل الحل. انا كنت بصحى من النوم، افتح اللابتوب، اشتغل، لا بشتغل ولا بذاكر، بقفله تاني وبقعد على الريلز، اضيع وقت وافضل اضيع وقت واضيع وقت من غير اي نتيجه، بدون اي جدوى. كان في دماغي 20 ولا 30 مهمه في اليوم ده، لو كنت عملتهم كنت هبقى اغنى من ايلون ماسك مثلا. هي دي المشكله. المشكله ان في 30 مهمه. معلش ممكن اسالك سؤال؟ ايه الحاجه الواحده بس، حاجه واحده بس اللي لو عملتها النهارده هتقول النهارده خلاص ضن، النهارده كان يستاهل فعلا؟ لو لقيتها اقفش فيها. طيب لو ما لقيتهاش، انا هقول لك تعمل ايه. اول حاجه اعرف مخك وراقب نفسك. يعني مثلا ايه الحاجه اللي انا وانا قاعد بعملها الوقت بيعدي وانا مش حاسس بيه؟ مش لازم تكون موهبه واضحه، ممكن تكون طريقه تفكير، نوع مشاكل معين، طريقه كلام انت بتعملها. وفهمك لو انت قلت لي انا مش بحس كده في اي حاجه، طبيعي ده ممكن يحصل فعلا، بس معنى كده انك لسه ما احتكتش بالحاجات الكافيه عشان تعرف. والحل انك تجرب، جرب على قد ما تقدر. مش لازم يكون مشروع ضخم جدا، جرب جرب كل حاجه عشان تعرف فعلا الحاجه المألوفة للمخ. الخطوة التانية انك تقلل الضوضاء. التشتت هو ان مخك بيدور على حاجة اوضح من كل الحاجات اللي قدام. يعني ايه؟ وانت قاعد تذاكر، ده لو بتذاكر يعني، مخك شارد هائم سرحان. بالنسبة لمخك هو بيسأل نفسه انا بعمل ايه دلوقتي وليه؟ الحل انك قبل ما تعمل اي حاجة، قبل ما تشتغل، قبل ما تذاكر، اكتب هدف واضح. انا هذاكر النهارده رياضيات عشان عندي بكرة ميد ترم. ما تكتبش هذاكر عشان انجح، ده مش واضح، دي حاجة مش واضحة. على قد ما تقدر وضح هذاكر الجزء ده علشان عندي امتحان بكرة في الجزء ده.
وصدقني لو الموضوع واضح في دوبامين هيفرز. في مثل كده بيقول لك ابدا صغير، بجد ابدا صغير. المهام الكبيره قوي مخك بيتضايق منها، لان زي ما قلنا قبل كده الحاجه دي مش واضحه بالنسبه له. قسمها حاجات صغيره تبقى بالنسبه له اوضح بكتير. مثلا في بروجكت انا بعمله، هكمل البروجكت ده كبير قوي، يبقى انا هفتح فايل البروجكت. بس في حاجه مهمه برضو لازم تذكر، خد بالك جدا من كلامك مع نفسك. زي ما قلنا قبل كده ان السبكونشس، العقل الباطن، مش بيفرق بين الحقيقه واللي مش حقيقه. طيب نراجع 3 خطوات تاني. ركز، هسالك اراقب مخي، اشوف مخي بيحب ايه او بينجذب لايه، او الشيء المألوف لمخي. اقلل الضوضاء على قد ما اقدر، احاول تكون الحاجه اوضح ما يمكن. اي مهمه بعملها احاول اوضحها لمخي. ابدا صغير، اقسم الحاجات الكبيره لحاجات صغيره جدا. وصدقني المشكله مش فيك، المشكله ان مخك لسه ما لقاش الحاجه اللي يألفها، لسه مش شايف الهدف واضح. حاول تسأل نفسك ايه الحاجه اللي لو عملتها النهارده، بس النهارده خلاص يستاهل. لو لقيتها روح اعملها حالا، وما تنساش ان والمهم ركز على المهم.